تجارة عثمان الرابحة. في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم عاش رجل كان قلبه ينبض بالخير ويداه لا تتوقفان عن العطاء. إنه عثمان بن عفان، الرجل الذي لقب بذو النورين. لم يكن عثمان مجرد تاجر ثري، بل كان أذكى التجار في عقد الصفقات مع الله، حيث كان يبحث دائما عن الربح الذي لا ينقطع أبدا. مرت على المدينة أيام صعبة، جفت فيها الآبار ويبست الأرض، وأصاب الناس جوع شديد. كان الطفل زيد يجلس بجوار أمه، يسألها بفضول: متى سيأتي المطر يا أمي؟ لقد جف الزرع وأصبحنا نشعر بالجوع. كانت الأم تربت على كتفه، وتطمئنه بأن الله سيرسل لهم فرجا قريبا. فجأة تعالت الأصوات في طرقات المدينة: لقد وصلت قافلة عثمان. كانت القافلة ضخمة جدا، تضم 1000 بعير محملة بالقمح والزيت والزبيب. وقف عثمان يشرف على وصول إبله، وهو يرى الأمل يتجدد في عيون الناس الذين سمعوا الخبر. سمع تجار المدينة بالخبر، فأسرعوا إلى عثمان يريدون شراء البضاعة منه لبيعها للناس وربح الكثير من المال. كان من بينهم التاجر أنس، الذي وقف أمام عثمان قائلا: يا أبا عمرو، بعنا هذه القافلة وسنعطيك ربحا كبيرا، درهمين فوق كل درهم. هز عثمان رأسه وقال: لقد زادني غيركم. اندهش أنس وقال: نعطيك 4 دراهم ربحا. فرد عثمان بابتسامة واثقة: لقد زادني غيركم أكثر. لم يفهم التجار من هذا الذي يمكنه أن يدفع أكثر منهم في وقت الشدة هذا. اجتمع أنس مع زميله التاجر طلحة، وبدت عليهما الحيرة الشديدة. قال طلحة: من هذا الذي يسبقنا دائما؟ لقد عرضنا عليه 5 دراهم ربحا فوق كل درهم، لكنه يقول إن هناك من عرض عليه أكثر. لم يصدق أن هناك تاجرا في المدينة يملك مالا أكثر منهما. عاد التجار إلى عثمان وسألوه: يا عثمان، ليس في المدينة تجار غيرنا، فمن الذي زادك؟ أجابهم عثمان بصوت يملأه الإيمان: إن الله قد زادني بكل درهم 10. هل عندكم زيادة؟ سكت الجميع، فقد أدركوا أن عثمان لا يتاجر بالمال، بل يتاجر مع الله. أمر عثمان رجاله بتوزيع كل ما في القافلة على فقراء المدينة ومساكينها مجانا. لم يبع درهما واحدا، بل جعلها صدقة لله. اقترب زيد من أحد الأكياس ومد يده ليمسح على القمح بفرح، وهو لا يصدق أن الطعام قد أصبح متوفرا للجميع بفضل كرم هذا الصحابي.